السلام عليكم. شكوى متكرره كتير اليومين دول. كل العيانين تيجي تقول لك يا دكتور حاسس ان في بلغم لازق في زوري هنا، حاسس ان في حاجه واقفه في زوري، لا هي اللي راضيه تطلع مع الكحه ولا هي اللي راضيه تتبلع. الحقيقه ان في 7 اسباب مهمه للاحساس ده. اول حاجه الافرازات الخلف الانفيه من الناس اللي عندهم جيوب انفيه او الناس اللي عندهم حساسيه انف، فبيحصل افرازات خلف انفيه تنزل على الزور هنا فتديك نفس الاحساس. تاني حاجه ارتجاع المريء، من اقوى الاسباب اللي تخليك تحس ان انت عندك حاجه لازقه في زورك. تالت حاجه لو انت عندك حساسيه في الحلق او الحنجره ذات نفسه، في حساسيه للحلق ذات نفسه او الحنجره ذات نفسها، وديت بتحصل مع او بتزيد مع زياده الغبار والاتربه والتعرض لفرو الحيوانات. رابع حاجه حساسيه الصدر او الربو الشعبي، بيزود من افراز المخاط فبيخلينا دايما حاسين ان في مخاط لازق في زورنا كده. خامس حاجه ان يكون في التهاب بقى في الحلق ذات نفسه او عدوى في الحلق والزور هي اللي عامله لنا الاحساس ده. يعني هو بيبقى مجرد التهاب واحتقان في الحلق وانت تحس ان هو بلغم في حلقك. سادس حاجه التدخين من اكتر الحاجات اللي بتزود افراز المخاط وتخليك تحس ان في بلغم دايما لازق في زورك. سابع حاجه شم او التعرض لمواد كيميائيه او ذات روائح نفاذه زي الكلور والفلاش والروائح المعطرات القويه. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.